ليه اخترت انبي؟ عشان انا بحبها. بتحب انبي؟ بتتمرن ايه دلوقتي؟ تمرين. تمرين ايه؟ انت منين اصلا؟ من كفر الشيخ. من كفر الشيخ. كابتن امام بيقول لك حاجه؟ تعرفه؟ تعرفه؟ طب عايز تقول له ايه؟ ان انا بحبها عشان متربي فيه وكنت حلو فيه. والله بقالك كام سنه هنا؟ يعني بقى لي سنه ونص. سنه ونص يعني. وانت من عندك كام سنه؟ وانا وانا عندي 6 سنين. تعرف كابتن امام؟ كابتن امام محمد تعرفه؟ تقول له ايه؟ هو بيحبني برضه ومعجب بيا قوي. طب قال لك ايه؟ كابتن امام قال لك ايه لما شافك؟ بقول لك كويس وهايل، وادانا مكافأة المرة اللي فاتت، ادانا 5 جنيه. 5 جنيه؟ كتير عليك. عملت بيها ايه ده كله؟ انا كنت كويس، وانا وعبد الرحمن ومروان واسلام وادهم وعمر. نفسك تطلع مع كابتن مدحت شلبي؟ ان شاء الله. تقول لي لكابتن امام محمد ايه؟ اقول له ايه يعني؟ تقول له ايه؟ بتحبه ولا لا؟ بحبه. بيعمل معاك ايه بقى لما بتغلط في الملعب؟ ما بيعملش معايا حاجه، بيعلمني. بيعلمك؟ بس هو بيقول عليك لعيب جامد ليه؟ عشان بلعب حلو. اعطاك مكافأة امتى؟ يوم الاحد. اعطاك كام؟ 10 جنيه. 10 جنيه؟ اشمعنى انت 10 جنيه يعني؟ عملت عشان بيها ايه طيب؟ اشتريت بيها حاجه. تحب الكابتن مدحت شلبي؟ اتفرج عليه؟ طب هو معاك في الاستوديو وتقول له ايه؟ مساء الانوار يا كابتن مدحت. مساء الانوار يا كابتن مدحت. أرحب بضيوفي الكبار، مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب كابتن سعيد الشيشيني. مساء النور يا كابتن سعيد. اهلا بك كابتن مدحت. يا اهلا وسهلا، منور. ربنا يخليك. زي ما انت ما اتغيرتش. الحمد لله. زي ما انت. الحمد لله. ومدير ايضا قطاع الناشئين بنادي ام بي الكابتن امام محمدين. مساء النور يا كابتن امام. مساء النور يا كابتن. يا اهلا وسهلا. سعيد بالوجود معاك النهارده ان شاء الله، ونكون ضيوف خفاف على القناه وعلى برنامجك الجميل. لا طول عمرك ما شاء الله، ومجهوداتك الجميله في ام بي الحقيقه مجهودات عظيمه. عظيم. قول لي عشان الناس تبقى عارفه، طبعا كابتن سعيد الشيشيني كان كابتن مصر والمقاولين. لعبت فين يا كابتن؟ انا طبعا بدايتي في ناشئ الزمالك لغايه سن 20 سنه. احنا الوحيد اللي صعد من جيلنا ولعب فريق اول ابراهيم يوسف. اوكي. فانا بخلص بيه بقى في الناشئين. مع الشرطه والحاجات دي. كان ماسك. كان ماسك في الشرطه وماسك في المقاولين. يعني يقول لي كل مره انا عايز ادخل النادي، اقول مره تقول لي مبروك، كل مره تقول لي هارد لك هارد لك. فانا ببعت له تحيه طبعا، لانه هو طبعا من القيادات الجميله اللي مع حضرتك في برنامجك. ومشينا من 20 سنه، نقلت مع الكابتن علي الزور في الهيئه العربيه للتصنيع. اوكي. وتم اختياري سنه 82 مع نادي الاسماعيلي موسمين، ايام الكابتن شحته وهلموس واميرو. ما كانش ليا الحظ ان العب كتير طبعا. فتم الاستغناء عني لنادي البلاستيك موسم 83، وكملت الفتره دي لغايه ما تم شرائي في السويس. وبعدين جيت ام بي موسم 90. لعبت في ام بي؟ لعبت سنه اللي هي صعدنا بيها من القسم الثالث للقسم الثاني. مع الكابتن سعيد عبد الشافي. وتوليت التدريب ثاني موسم على طول معاه مدرب عام. ومن 91 حتى وقتنا دون، مرورا بقى من مدرب مساعد، مدرب عام، مدير قطاع، مدير كوره. بتغلب في المناصب الرياضيه لغايه المنصب الحالي مدير قطاع الناشئين في ام بي، او مسؤول تعاقدات النادي في النواحي الفنيه. تعاقدات النادي كلها. الفريق الاول وكله. طب جميل. طب الاول كابتن سعيد، عايز اخد رايك واخد بعد كده راي كابتن امام، اذا حبينا يعني نقول راينا في اللي بيحصل اليومين دول بالنسبه لموضوع النادي الاهلي وجواب الداخليه. انتوا اكيد متابعين طبعا. طبعا. يعني حابب اسمع رايكم يعني. والله يا كابتن، يعني هي موضوع احداث بورسعيد دي، يعني الواحد صعب جدا يتكلم فيها تاني اكتر من، يعني الواحد بصراحه الواحد زهق من كتر ما سمع، ومن كتر ما بيتقال الاحداث بتاعته دي. يعني احداث مؤسفه الناس اتكلمت فيها اكتر من قد ايه دلوقتي، من 3 شهور او 4 شهور. نعم. حاجه يعني غريبه الشكل. احنا كنا في غنى عن الموضوع ده.
فالداخليه عندها حق برضه متخوفه لا يحصل الموضوع ده تاني. يعني الداخليه مش متعنته مع الاهلي، بس من خوفها لا يحصل القصه تاني، ودي لو حصلت انا هيقلي كده مش هيبقى في كوره في مصر. لا هي اتصور عمرها يعني ما هتحصل تاني، اتصور كده. ما هو كون ان يقولوا برضه من غير جمهور، ايه الداعي؟ انت شايف ايه؟ تخوف مش اكتر من كده. في التوقيت ده في البلد، بس هو ده اللي بقول عليه. هو اللي جاي هو الطرف الثاني اللي قدامك هو فيه له جمهور. معلش بس برضه الجماهير عندها احتقان. يعني هو ده حس في التوقيت ده حاسه برضه ان لسه حقها ما جاش، على الرغم من يعني وقف النادي المصري او استبعاده بمعنى ادق يعني سنتين دي مش كافيه، هم عايزين حق الشهداء. نعم. حق الشهداء اللي تحس ان المحاكمات انا مش هقول بطيئه لان انا ماليش دخل بالموضوع ده. لا ده مش بطيئه، بالعكس اتحولت خلاص. اول جلسه من 17 شهر ده خلاص. هم حاسين بقى انها بطيئه، ما جابت لهمش حقهم بسرعه. ما دي قضيه قتل يا كابتن سعيد، ما ودي قضيه مخالفه مرور. طب هل هم مستحيل؟ القتل فيها 73 74 واحد متهمين. هل هم منتظرين بقى كده؟ ما هو ده السؤال، بس ده اللي انا باخد رايكم فيه. فعشان كده انا بقول ايه، هي الامن متخوف. لان لو مش متخوف طب ما عادي. طب انت رايك يا كابتن امام بشكل عام؟ والله يا كابتن طبعا مش هنسرد في القصه بتاعت احداث بورسعيد كتير. لا دي خلاص. لكن برضو كل العذر للداخليه. ما تنساش كابتن مدحت ان انت في غضون الازمه اللي تمت في المباراه دي كام لواء اتحبس وكم مسؤول كبير من الشرطه، وحضرتك قياده في الشرطه سابقه. اكيد انا لما اكون في ظرف من الظروف اللي فيها انعدام وزن لجهاز الشرطه وهو بيحاول يقوم الفتره دي من خلال حتى اللي بنشوفه من خلال برنامج حضرتك بيحاول ينهض، هو خايف يتاثر باي حدث إن كان، خاصه انت في مصر النهارده ما تقدرش تقول ان الامور ممكن تمر بسلام. فانا اعتقد ان هو قراره في انه مش عايز اقول تلكى او عشان خاطر موضوع جوابات الامن للنادي الاهلي والنادي انبي. نعم. هو تخوفا انه يحصل حدث مش مقصود تاني يرجعهم خطوات للورا، يعني ما صدقوا ادوا جزء في الثقه المعنويه عادت ليهم شويه. فهم ليهم كل العذر الحقيقه يا كابتن مدحت. مديهم العذر. طبعا انا عن نفسي يعني شايف من وجهه نظر خاصه ليهم كل العذر. هم ممكن يكونوا مستنيين فتره شهر 6 تعدي باحداث الرئيس فمصر تعود بالشكل اللي كلنا اتمتعنا بيها في خلال السنوات الماضيه دي. نعم. بشكل ارض الصعيد بالشكل الجميل اللي شفناه في 2006. فالامور هتنضبط كلها تاني. نعم. يعني انت هو شأن خاص يعني ما تقدرش تقسمه، لكن كل الشكر لجهاز الشرطه طبعا يا كابتن. الحقيقه بيقدموا خدمات والازمه دي يعني اثبتت برضو ان هم لو في تقاعس انا بعتقد ان هو خطا اهمالي اكتر منه مقصود يعني. وهو امام القضاء. يعني انا بتفق مع حضرتك بالظبط. انا دايما اقول ما دام امام القضاء خلاص. فالجزء الجنائي ده ليه محكمته، بالظبط له محكمته له قضاء واوراق. اما الجزء الرياضي هو اللي الغيبه بفتره طويله ما طالت خلت الازمه كل واحد يعني متشدق انه كان محتاج اكتر، قال عايز عقوبه اكبر بحق الضحايا اللي ماتت من ولاده. والنادي المصري مع عوده الامل مستني ان الامور تهدى، يدفع غرامات تبقى سنه الا دي اللي حاصل يعني. ويبقى الامر في النهايه عندك فرصه لغايه المحكمه الرياضيه الدوليه. يعني احنا يهمنا يا كابتن مدحت مش عايزين يعني النهارده بقى في تخوف في الشارع الرياضي انه هل هيبقى في دوري السنه الجايه؟ النهارده بقى في قلاقل في العمل الرياضي في المدربين واللاعبين والاجهزه، وحضرتك طبعا عالم بواطن الامور. احنا متخوفين يبقى في دوري. يعني انا حاسس حدث مهم جدا اول ما هشوف اول مباراه في الدوري العام الموسم 12 13 هتبقى مترقب جميله. انا نفسي اشوف البدايه بتاعت شهر 8 دي. وخايف انها ترجع وتبقى 12 وان سنه ثانيه تروح. كوره ناس كتير. لا انا باكد لك قبل ما اروح للكابتن سعيد الاشتراطات الامنيه اللي هتحصل، واولها موضوع تعليه الاسوار دي، حتى لو في بعض من الموتورين ما حدش هيعرف يعمل حاجه. يعني خلاص، يعني النهارده الصوره ابو مترين ده هيعلى وانتوا هتعلوا عندكم في بترو سبورت وانتوا هتعلوا في المقاولين وجات لكم الاشتراطات كلها. هيعلى ابو مترين ده هيبقى حوالي 4 متر الا ربع تقريبا بحراب. خلاص ده ما حدش هيعرف ينط. المشكله سهله جدا. بس يا كابتن مدحت برضه انا عايز اقول حاجه، هل احنا محتاجين القصه دي ان انا اعلي الاسوار واشتراطات امنيه وحاجات زي، هل انا يعني مطلوب
حاجه زي احنا سافرنا بره. مطلوب سافرنا في بره الاجواء دي يا كابتن سعيد. انا الفترة دي عارف احنا بالذات. سافرنا بره يا كابتن. يعني انا بقول ايه، التوعيه للجماهير قبل ما نفكر ان احنا نعلي الاسوار، لان كانوا بيتهموا العرب اللي بيعملوا الاسوار ده، بيقول لك ايه، حابسين انا مش عايز اقول بس قفص يعني زي الرومان. هل احنا محتاجين القصه دي او كنا محتاجينها؟ انا او بصراحه كنا. طب خلينا ناخد الاول يعني هندردش في يعني الحته دي، هل احنا محتاجينها او كنا محتاجين؟ هندردش في دي. بس اتصل بينا الكابتن عزمي مجاهد، يبدو ان عنده جديد حابب يقوله. كابتن عزمي مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، وتحياتي يعني انا عايز اقول ايه، ان هم ابو الاشبال والله. الضرتين، عايز تقول الضرتين. سعيد. ربنا يخليك يا كابتن. ناس لهم بصمه في فرقه انبي وفرقه المقاولين بصراحه، يعني الناس دي جنود مجهوله والله يا كابتن مدحت، وانا اعلم مجهودهم يعني. انا قلت ضرتين، خلي بالكم بالدال مش بالضاد. دره وليست ضره، لان انتوا الاثنين بتتنافسوا، لكن دي بالدال. اتفضل يا كابتن عاصم. كابتن مدحت، انا بس عايز اقول لك مين عنده مصداقيه يا كابتن مدحت. نعم. ومين اللي انفرد؟ انت انفردت. مساء الانوار. حصل من خلالك يعني. وقلنا ان الماتش يوم 8 والشرطه وكل الكلام ده موجود. تمام. النهارده يا كابتن، بس عشان ايه الناس اللي بتزايد يا كابتن. نعم. انا عايز اقول حاجه. النهارده كان في لقاء بيني وبين اللي هو سامي سيدهم. والراجل بيقول كلمه جميله قوي يا كابتن مدحت. قال كلمه يعني ريحتني. قالت لي انا عايز اسال سؤال. من امتى الشرطه ما بتامنش المباريات؟ صحيح. من امتى؟ ومن امتى الشرطه كانت ضد الجماهير؟ اللي بيحصل ده كابتن مدحت صدقني بفعل فاعل. وناس للاسف الشديد مسؤولين. لكن اللي انا عايز ما اعرفش، يعني هل يعني في ناس يقول لك اصل في ناس يعني مش عايزين النشاط يرجع، مش عايزين الكره ترجع، والناس يتخرب بيوتها، ما فيش مشكله. لكن البيان اللي انا هجيبه لحضرتك الاسبوع الجاي من وزاره الداخليه هيوريك يا كابتن مدحت المجهود اللي بيتعمل في الفتره اللي فيها الانفلات دي، عشان الناس تعرف الناس دي بتعمل ايه. نعم. الافات السيارات يا كابتن المسروقه جت. الافات مؤلفه من السيارات اللي كانت راحت غزه واللي راحت هنا واللي راحت هنا جت. صحيح. حوادث القتل كلها 99% جابوا المتسببين فيها. مظبوط. بيعملوا مجهود جبار يا كابتن، لان النهارده لما ناس تطلع في المنصوره وناس تطلع في الاسماعيليه وناس تطلع وناس يقول لك احنا عايزين المحاكمات هنا، لا نوديها المحاكمات، ده كلام يا كابتن مدحت. هل وصلنا لهذه الدرجه؟ ما انا اتكلمت الحقيقه في دي يا كابتن، وانا قلت ان الضغوط مع الاسف الجماهيريه هي اللي مبوظه الدنيا مع الاسف يعني. بس انا برضو زي ما بقول يا كابتن، انا بناشد الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، لان هم لهم دلال على جمهورهم يا كابتن. المفروض هم لهم دلال على الجمهور بتاعهم، المفروض يفتحوا قنوات يا كابتن. والكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب ناس يعني ناس عاقلين وناس بيحبوا بلدهم، ولابد ان يكون لهم دور في المرحله دي يا كابتن. قول لي يا كابتن عزمي، المهندس محمد من شويه كان بيتكلم رئيس نادي امبي وكان بيقول الجواب ما جالوش لغايه اللحظه دي. اتصدق يا كابتن، والماتش يوم السبت ان شاء الله. يعني الجواب وصل خلاص ان شاء الله. طيب، لان هو كان عامل معايا مداخله من ربع ساعه بالظبط، فانا قلت له هسال الكابتن عزمي. لا تصدق يا كابتن، وانا وما بنقول حاجه بنقول على بناء على اتصالات ومراسلات يا كابتن مدحت. خلاص تمام، يبقى هو كده وصلته، هو بيتفرج دلوقتي، يبقى وصلته الاجابه انه مباراته السبت عادي. الثانيه يا كابتن مدحت اللي اطمنك فيها، اول الاسبوع اللي جاي ده في اجتماع في وزاره الداخليه عشان بحث كاس مصر. جميل جميل جميل. جميل. احنا بنعرض، يعني الاتحاد بيعرض يا كابتن، وكان النهارده الكابتن انور صالح مع الورق والحاج عامر حسين، على اساس هيتقال ان الاشتراطات اللي اشترطتها الشرطه يعني في اكتر من 6 استادات دلوقتي. حلو قوي. فاحنا عايزين نستغل هذه الفرصه، ويبدا بعد اول جلسه من محاكمه المتهمين نبدا نتكلم في هذا الاسبوع الجاي، بحيث ان يبقى ممكن ان يقام كاس مصر بدون جماهير
كمرحله انتقاليه يا كابتن. كويس قوي قوي، فكر محترم، ونتمنى ان شاء الله في اجتماعكم السبت وزاره الداخليه تقدم على هذه الخطوه. وانا هبلغ حضرتك على فكره باللي هيحصل، عشان اللي بيقولوا ان احنا بنطلع نقول اي كلام، احنا بنعمل حاجات عملي من خلال الورق يا كابتن مدحت. دي حقيقه، دي حقيقه. فادعي ان ربنا يكرم كده. وعلى فكره اللي هو سامي سيدهم برضو اكد لي، قال لي لو الموضوع مقنع و100 احنا مع سياده الوزير ما عندوش اي مشكله. والموضوع مقنع جدا، والناس عايزه تاكل عيش يا كابتن، والحياه لازم تعود، ولا بد زي ما انت قلت ان انت زي ما انت قلت لازم الدنيا تشوف ان مصر ماشيه طبيعيه في كل اتجاه، وهذا مطلب شعبي من مصر كلها بلا استثناء، والامور كلها ماشيه في طبيعتها. يا كابتن مدحت والله يا كابتن مدحت الناس بيوتها قفلت. طبعا 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 دي حقيقه. اتمنى كده التعاون من كل المنظومه عشان المساله تمشي ان شاء الله يا كابتن باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن، اشكرك لضيوفك المحترمين يا كابتن. شكرا يا عبد العزيز، اشكرك شكرا جزيلا. ونتمنى في الاطار ده ان النادي الاهلي يعود عن قراره بعدم المشاركه لو ربنا اكرم ووفق ويستأنف بكاس مصر. يعود النادي الاهلي، هم بيتكلموا ان هم عايزين مظهر مصر قدام العالم وكذا وكذا، لا اقل ان هم يشاركوا في هذه البطوله. نتمنى هذا. يعني كان عندنا جمله احنا قلناها وقفنا عندها، فاكرها ولا نسيها؟ بتاعتي يا كابتن. بتاعتي. انت قلت حاجه فانا رديت عليك، قلت لك طب هنكملها بعد ما ناخد الكابتن عزمي، وقفنا عندها. موضوع تامين الملاعب. هل احنا كنا محتاجين احنا محتاجين احنا مش محتاجين. بنتكلم على الاسوار العاليه. احنا مش محتاجين الكلام ده. انما هي هتاخد فتره، انا مش هقول لا، هتاخد فتره، انما اتمنى ما تاخدش فتره كتير. ده يتوقف على ايه بقى؟ ده الوعي يا كابتن. على الوعي، على وعي الوعي الجمهور. بس انما انا بشوف، يعني شفت الاحداث الاخيره طبعا بتتدرج. يعني شمروخين 3 4 وانتهت بالقتل. بالظبط، برافو عليك. تدرجت يا كابتن، بدأت بهزار وقلبت بمصيبه. واحنا سكتنا، انما احنا لو في الاول كان في حسم من البدايه ما كانش حصل الكلام ده. ايه السبب يا كابتن امام في رايك؟ يعني احنا وصلنا زي ما بيتكلموا في يقول لك الكلايمنت، اللي هي النقطه الرهيبه في الفيلم. احنا ده فيلم بس فيلم مأساوي. يعني ايه اللي وصلنا للنقطه الرهيبه دي ان نوصل في الاخر ان احنا نقتل بعض؟ يعني لو انت حابب تعمل سيناريو لهذا الفيلم القميء، ايه سبب اللي وصلنا له ده من الاول من وجهه نظرك؟ انا هرجع لفتره طويله سابقه من خلال برضو الاعلام بتاع حضرتك وبتاع البرامج الموجوده في الميديا، في الاعلام في الفتره الاخيره. كلها حذرت في البدايه، كلها حذرت يا كابتن مدحت، وقالت ومنعت. الظاهره دي كانت شكلها الجميل في 2006 على اعلى مستوى، شفنا البنات بشياكتها وشفنا الاسر المصريه وشفنا مع تتابع الوقت يا كابتن مدحت، الموضوع بدأ ياخد احداث سيئه جدا، والناس بدأت تتراجع. عامل يعني مش سوري اذا كنت هقول، عامل زي فيلم بتاع فتح الاسري. كلمتي مش هتنزل المره دي. تحصل الشمروخ، وتحصل واحد ينط ملعب، وتحصل واحد. فهي زي ما الكابتن سعيد بيشار كده، انت قعدت تقول اللي هيحصل هعمل فيه واسوي، وكل مره بتطلع قرارات هزيله. بص يا كابتن، العدل اساس الحكم. صحيح، اساس الملك. لو انا عامل عداله في كل حاجه من خلال الورق اللي موجود، يسري على الاهلي، يسري على انبي، يسري على بالقاس، يسري على كل، الدنيا هتمشي مظبوطه تماما. لكن احنا دايما بنعمل موازين للامور. لا اصل دي جت في النادي الاهلي كذا. النادي الاهلي النهارده والانديه الكبيره اللي كلها هي اللي اسرت الكره المصريه، هي اللي اتحرقت بنار بدات فيها من البدايه. فهي لو في حزم من الاول يا كابتن في كل قواعد اللعبه، ما كناش هنوصل للمستوى ده، ما كناش هنوصل لده. لكن انا شايف ان هي تنازلات 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 وصلت وعدم حسم. كوره التلج قعدت تتدحرج يا كابتن. من الدوله ككل. طبعا من الدوله ككل في كل حاجه يا كابتن. يعني انت، ما انت في البدايه قلت فتهاجمت وبقيت عدو للارض، قلت تلم وتعملها بشكل شيك وتسري امر ان يبقى في تنافس بينهم، وليه ما يلموش بعض، وبتاع السويس ما يضيفش بتاع الاسماعيليه. ما احنا متابعين حضرتك والبرامج الاخرى. نعم. في الاخر بقت هتبقى عدو، اللي بيقطعك واللي هيكتب واللي هيسب واللي هينزل منشور. فبالتالي انا بقول يا كابتن، احنا برضو اتعاملنا مع ظاهره الارترز دي بشكل ان دول ولاد مش كويسه، ولاد مش متربيه وبيشربوا والحقيقه ان هم فيهم مجموعه انا على علم بيهم واعرفهم شخصيا،
مستوى تعليمي متميز جدا جدا. بس انت عارف في السن جداً. الصغير التمرد. هي وصلت للعين ده يا كابتن. طبعا. وصلت يعني للعين ده يا كابتن. بص هم منهم وقفوا طلبه منهم ولد يا عيني. انا كنت في حفله التخرج بتاع الجامعه الامريكيه مع بنتي، ولد متوفي من الجامعه الامريكيه، يعني طالب في الجامعه الامريكيه، وجاب تقدير جيد جدا او حاجه زي كده، توفى مع معظمهم انا بعدي يا كابتن كابتن من مدحت قدام نادي العين بشوف في المستويات العاليه في المراحل بالظبط. التعليميه بشوفهم بعدي واشوف. آه. انا مش عايز اقول ان في لعيبه في انديه مشتركين في الالترز، لعيبه ناشئين بيحبوا الاهلي، بيحبوا الزمالك، بيحبوا كذا بيحبوا كذا، بيمشوا وراهم. انا عندي لعيبه راحت بورسعيد مشجعين للنادي الاهلي، مشجعين للاهلي. يعني الناس برضو محترمه وناس جدا. بس هي يا كابتن اللي عايز اقوله انها وصلت، شوف انا بقول ايه، عايزه توعيه. انما وصلت لحد العند. هي دي بقى المشكله. هي دي المشكله. ابتدينا نعاند، بس والعند اللي وصل للحته دي. للقتل. وصلنا العند اللي وصل للقتل. وبعدين وصلت للوقت بقى ان انا عايز اخد القصاص. والقصاص ده بتاع المحكمه. ما الله اعلم خلاص يا كابتن. لا، ما القصاص ده بتاع المحكمه. الله اعلم. العلم عند الله طبعا. انت هو القصاص منين؟ ما انا بتكلم على كده. لا، القصاص في المحكمه ده طبيعي. يعني لو الاحكام ما عجبتهمش، لا، ما فيش حاجه اسمها الاحكام ما عجبتش. دورك ايه في الجريمه؟ نتمنى يا كابتن، مفيش حاجه اسمها احكام ما تعجبش يا كابتن. حكم ده عنوان العام. نتمنى يا كابتن الموضوع ده يتقفل، وهو ده اللي احنا باحداثه باحكامه بقى. طبعا يعني حصلت احكامه، احداثه تنتهي باحكامه طبعا، ونبدا بقى صفحه جديده. ما هو ده صفحه جديده، لازم توعيه لكل الجماهير. لان عدم التوعيه هو اللي وصلنا للحته دي وخلى شكلنا، يعني مش عايز اقول بره عامل ازاي. مع الاسف هي مع الاسف بدات ظاهره بنقلد فيها بره الهوليجانز والكلام ده مع الاسف، وهم تخلصوا من الظواهر السلبيه تماما، وبقت ماتشاتهم كرنفال ومسرح وشو. احنا مع الاسف غرزنا في مناطق انتقاميه زي ما انتم بتقولوا، وده يترصد لده، وده يحرق اتوبيس ده، وده يولع في المشجع بتاع ده، وده يرمي على النادي الفلاني شماريخ يروع الرواد، وده يكسر الصاله بتاعت ده، وده كذا، وده ينزل من محطه القطر يكسر المحلات، وده يستنى. ما بداتش بالحادثه يا كابتن. هي كان ليها مظاهر. ما ده اللي كنت سؤالي ليك، هي بدات بمظاهر. يعني ما تنساش حضرتك من سنه ونص او سنتين ولد اتولع فيه من نادي الزمالك في ملعب الشمس. ده اللي احنا بنقوله. ما حدش فكر في دي يا كابتن. بالظبط كده. ما حدش فكر ان ممكن الواحد ده يبقى 5 والخمسه يبقوا 10. ده اللي حصل. ما فيش حد من الكبار وقف وفكر بالشكل انك انت ككبير ودي منظومه وبتدر دخل وبتعمل كذا وكذا. ما حدش فكر. غير بقى الاصابات الكتيره اللي عملوها في بعض. احنا مشكلتنا دايما كده يا كابتن. بنبدا من الاخر يا كابتن. بس مش هو الماتش. مش هو الماتش، ما كانت الماتشات اللي قبلها كده. ما انا بتكلم بس هو عشان القتل اتسلط عليها الاضواء. انما كل الماتشات لا، كان فيها عنف، كان فيها مشاكل رهيبه، كان فيها عنف طبعا. والفرقه كمان بتطلع يعني بشكل مش عايز اقول لك. بيقعدوا على الارض في المدرعات. انا كنت بروح ورا نادي المقاولين مثلا، انا مش عايز اقول الماتشات فين. العربيات بتطلع بعربيات الشرطه. طبعا. ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ هو ده. مع الاسف الروابط خرجت عن مسارها بس لفتره ليست بالقصيره، وصلتنا للكلايمكس الاخير اللي بتكلم فيه ده، ان احنا وصلنا للقتل. الطار ما بينهم والعنف ما بينهم والضغينه ما بينهم، وده نزل قبل كده كسر لي المحلات ووقف في وسط الشارع، لا ده انا مش هسيبه، لا ده انا هعمل فيه، ده راح كذا ده كذا. الدنيا والمجاملات يا كابتن مدحت مع الاسف. لو انت النهارده قلت كلمه حق من منبر زي اللي حضرتك فيه، زميل اخر في قناه اخرى يعادي هذا الراي. نعم. فانت النهارده بقيت كمان انا مثلا المتعارف عليه لما بتجد حد كويس، يعني انا قاعد في الصراحه مع الكابتن سعيد قاعدين نشكر في بعض في العمل، انتوا عندكم كذا عندكم كذا، بنثني على بعض ومقدرين دور بعض. طب وده الاحترام. فده الاحترام، يعني هو ده اللي انا عايز اوصله ليك. لما تبقى انت حاجه حلوه انا هسعد وعايز ابقى زيك. بالظبط، مش عايز اجيبك مش عايز. بالظبط. احنا عندنا دي مشكله. وحتى لو انت بتقول كلام كويس اخر عايز يسفه منه عشان يظهر ان هو الافضل، افضل وافهم مع الاسف. والثالث، ودي برضو احنا عايزين نراجع بعضنا في كفه يا رب. وتبدا من مناره زي مودرن سبورت هنا يا كابتن، يا رب احنا نعمم الامر ده في البلد كلها ان شاء الله. نتمنى يا رب هذا باذن الله. طيب دلوقتي النشاط واقف عندكم بقى في القطاع، انتوا عندكم قول لي بقى قطاعات الناشئين بقى كام، ايه المراحل السنيه اللي موجوده عندكم؟ احنا عندنا بالنسبه لنا بدايه من 8 سنين، 8 9 10 11 12 13. هو بس الفرقه الوحيده اللي هي اللي اتلغت اللي هي ال 92.
اللي هي 14 المفروض سنة؟ انها 19 سنه. 19 اتلغت، انما كل الاعمار عندنا. يعني من اول 8 سنين. من اول 8 سنين لغايه 20 سنه. 20 سنه. مفيش الا 19 اتلغت. 19 ده في المقاولين. ده في المقاولين. وفي ام بي نفس من 20 سنه، بس احنا بنعمل انت عارف المسابقات في مصر بتبدا من سن 8 سنين حسب اللوائح الجديده بتاعت الموسم ده. فاحنا بنعمل فريق اسمه سن تحضيري 7 سنين، ده بنبدا ننمي فيه اللي هم الولاد اللي التلفزيون او القناه عند حضرتك نقلتها. نعم. هم دول السن اللي هيلعب الموسم الجاي. دول مواليد 2004 دول 7 سنين دول 2004 هيلعبوا 8 سنين في موسم 2012 2013. طيب انا عايز اسالكم بقى سؤال، ابدا بيك المره دي يا كابتن امام. يعني بتنتقوا المواهب ازاي، او بتنتقوا اللاعبين الصغير من اول المدرسه الصغيره دي، بتنتقوهم ازاي؟ هو طبعا عمليه الاستكشاف، انا مش هقدر اجاري الاهلي والزمالك في انديه عريقه نخلتها ممدوده 100 سنه في الارض. والنهارده لو انت عندك كم موهوبين او اولياء امور عايزين يودوا اولادهم انديه، فكل بيفكر اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين حسب الشهره والانجازات والبطولات اللي الانديه دي حصلت عليها، بما فيهم نادي المقاولين رغم انه نادي مش جماهيري لكن ليه شعبيه كبيره في الوسط من خلال بطوله افريقيا وبطوله دوري عام، وعنده جيل ذهبي عمل الكلام ده. فبرضه الحته دي بتعمل ثراء عند اولياء الامور. احنا الحقيقه عشان نطلع ونعمل حاجه بالشكل ده طبعا بنمشي على محددات، في حاجات علميه وفي حاجات استكشافيه لازم تعملها من خلال شبكه كشافين او شبكه مراسلين زي كده. اوكي. بتبقى عيون كويسه وجيده وملهاش حظ. شوفوا في الشارع بقى وكده. طبعا من خلال هم مدربين، بس ممكن يكونوا مش بالصقل او بالتثقيف اللي بينالوا لعيب في الاهلي او الزمالك او انبي او المقاولين. فبيعملوا في مدارس خاصه او بيستكشفوا لعيبه من خلال دول بيبقى لينا عينين فيهم، بيمثلوا جزء ما يقلش عن 40%. كويس. وفي جزء تاني بعد النادي ما خد سمعته من خلال موسم 2003 من صعوده للدوري الممتاز وفوز على الاهلي ومركز طبعا فتره عظيمه للكابتن طه الحقيقه عملها في انبي. دي عملت صدى شويه انه قطاع الناشئين بدا يجيب نتائج وبيكسب اهلي وزمالك ومقاولين وبياخد بطولات وبقى ينافس ثلاثه الكبار، فبدات الناس تعي انه في قطاع كويس وبنعمل اختبارات بس مش بالشكل اللي بيتعمل في الاهلي والزمالك. يعني انا بقول اختبارات في انبي بيجيني 1000، النادي الاهلي تلاقي على بابه 20000. طبعا طبعا. والاستمارات في الاختبارات بتعملوها بفلوس برضه؟ لا احنا بدون مقابل. بدون مقابل. دي من نشأة النادي المفروض. كفايه اللي يروح له. هو كتر خيره هو بيروح. طبعا. حتى في الاهلي بيعملوا استماره بفلوس والزمالك وعندكم بفلوس. عندنا بكام بقى الاستماره عندكم؟ هي عندنا ب 10 جنيه. بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن. اتفضل يا كابتن. يعني بعد اذن الكابتن امام. اتفضل. احنا السنه دي عملنا تجربه فريده جدا. بعد ما ابراهيم بيه قال ان انا هعتمد على قطاع الناشئين، بصراحه لقينا مسانده قويه جدا من مجلس الاداره ومن ابراهيم بيه ومن المستشار اسامه الصعيدي. توليت المسؤوليه. انا عملت حاجه يعني السنه دي ما اتعملتش قبل كده في تاريخ النادي، ان انا جبت الجيل الذهبي بتاع نادي المقاولين زي ما الكابتن محمد امام قال، يعني عندهم جيل ذهبي. احنا بقى جبنا الجيل الذهبي بقى هو اللي يتولى مسؤوليه التدريب في النادي. اوكي. يعني جبنا جميع الاسامي اللي عملت التاريخ بتاع نادي المقاولين العرب هم اللي تولوا مسؤوليه التدريب دلوقتي. فطبعا الناشئ لما يشوف مثلا كابتن حمدي نوح، كابتن جمال سالم، نبيل عمار، زمزم، عبوده، الناس دي اسامي برضو كبيره. عملت انا حاجه كويسه قوي، مدخل النادي طبعا عملت نفس الاجيال بتاعتنا في الماتشات بتاعتها، مثلا بطوله افريقيا، بطوله الكاس، في صور. طبعا لما اللعيب يخش الجيل بتاعكم لما يلاقي الصور دي موجوده والبطولات دي طبعا عارف مين اللي بيدربه. لما يلاقي كابتن حمدي نوح في الملعب دي كفايه لوحدها. دي كفايه، دي مهمه قوي. لما يطلع بقى الناشئ لما بيكبر في السن شويه طبعا مداركه بتوسع، يقول لك مثلا ده معقول كابتن حمدي نوح اللي معايا في الملعب دلوقتي. اولياء امورهم بقى كمان بتقول لهم وتكلمهم، تقول لهم مثلا ده الكابتن حمدي نوح، هم طبعا ما شافوش. نعم. كابتن حمدي نوح ده ياما عمل، كابتن جمال سالم ياما عمل، وكابتن فدي لوحدها برضو بتساهم. نعم. طبعا في الاختبارات زي ما الكابتن امام قال بيجي له 1000. احنا بيجي لنا فوق 13000.
فطبعا ما شاء الله. فطبعا عاملين برضو بنلف بره. انا مدي المدربين مهام بره برضو، بيلف ويشوف زي الكشافين بتاعت زمان. نعم. بس بطريقه شيك شويه. وبيكلم السماسره وبيكلم بتاع. فالحمد لله السنه دي بالذات بيطردنا في الارياف، استفدنا منها جامد جدا. بيطردنا في الارياف والله استفدنا منها جامد جدا يا كابتن. أوكي. يعني احنا الناشئ او النادي اللي فيه ناشئين لما يصعد لعيب للفريق الاول دي بتبقى حاجه كبيره. لا احنا صعدنا حوالي 6 لعيبه. انا هسالكم بقى انا هسالكم اكيد على مدار السنوات اللي فاتت مين اللعيبه اللي طلعوا من قطاع الناشئين. دي رساله مهمه قوي قوي، وبقوا في الفريق الاول لاعبين مهمين واساسيين، وهل حد طلع بره او ما طلعش او الى اخره. الدور العظيم اللي يجب ان يلعبه قطاع الناشئين في نادي. ولكن عايز اطلع لمده 4 دقائق، جالي شريط مهم من الاسماعيليه، كنت بتكلم على قصر الثقافه اللي هو ربما يحتضن محاكمات اللي هتبدا 17 ابريل ان شاء الله، ونرجع نتكلم في الكلام ده ولكن بعد الفاصل. علاقه الود والمحبه والالفه اللي بينكم دي جت ازاي، والكيمياء دي حصلت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتشرف بيكم الاول، بنمسي على الكابتن مدحت ونقول له مساء الانوار، وبنشكره على تدعيمه للكوره بصفه عامه والانديه اللي هي مش ذو شعبيه يعني بالنسبه زي الانبي يعني. ولكن انت قلت كلمه جميله ابتديت بيها، الحب والالفه والنواحي الاسريه اللي بتربطنا. هي اللي ابتدينا بيها قطاع الناشئين، وهي اللي مكملين بيه، وهي اللي صعدنا بيها لعيبه للفريق الاول، وهي اللي ودت لعيبه المنتخبات، وهي اللي حطت لنا كل الاسس والنظم اللي احنا شغالين عليها، بعيد عن الرسميات وبعيد عن البروتوكولات وبعيد عن الكلام ده كله. بالنسبه للكابتن امام محمدين، انا وهو رفقاء الضرب زي ما بيقولوا. اجتهدنا واشتغلنا، والكابتن مدحت عارف الكلام ده. لفينا مصر كلها، تم تكليفنا بتكوين قطاع الناشئين من 2003، والحمد لله اعتقد ان احنا قدرنا نقدم شيء لمصر اولا ثم للنادي سمين. كابتن امام من الناس اللي هي بدات البدايه الحقيقيه بتاعت النادي، بالنسبه للبراعم، بالنسبه للناشئين، بالنسبه لاختياراته اللي موجوده دلوقتي. النهارده بنيجي تتكلم مع كابتن امام، تتكلم مع كابتن امام في حاجات كتير جدا من اول البدايه. يعني البراعم من 8 سنين 9 سنين 10 سنين، النهارده في عندنا مجموعه بتلعب منتخبات كلها من اختيارات الكابتن امام محمدين، من اول 16 سنه 18 سنه، والنهارده في ناس بتلعب درجه اولى، كلها اختيارات كابتن امام محمدين. كابتن امام من الناس اللي ليها قيمه كبيره جدا طبعا، عايز اقول في مصر مش في نادي انبي بس. الحمد لله عمل قطاع محترم بقى له فتره طويله طبعا، من 2002 او 2003، وانا الحمد لله كنت متابع القطاع ده يعني. حتى وانا شغال في النادي الاهلي كنت بصراحه ببقى مبسوط جدا ومعجب بالفرق بتاعت انبي، وفعلا كنت اتمنى ان اشتغل في انبي، والحمد لله ربنا طبعا كرمني واشتغلت معاهم السنه اللي فاتت كمدير فني لقطاع البراعم. انا الجزئيه دي تخصصت فيها. هو اللي جابني طبعا. كل ما يقابل واحد يقول له هو اللي جابني. لا طبعا بترشيح من الكابتن امام. كابتن امام ما شاء الله، مش عايز اقول يعني عينيه كويسه قوي، مش عايز بس طبعا يعني مش عايزها مش مجامله، والله عينيه كويسه جدا في اللعيبه وعينيه كويسه في المدربين. اقول له يعني ربنا يديك الصحه وربنا يقويك وتدي نادي انبي اكتر واكتر، وان شاء الله عايزين برضو نشوف لعيبه اكتر واكتر من اللي انت قدمتهم لقطاع الناشئين في انبي، واللي انت قدمتهم لمنتخب مصر، لمنتخبات مصر قطاع الناشئين في كل الاعمار. احنا بنتعامل ان احنا فعلا اسره واحده، حتى مش كجهاز، لا حتى جهاز ولاعبين واسر لاعبين. هي دي الميزه اللي احنا، لان كلنا في النهايه لنا غرض واحد، ان احنا نعمل لعيب كره كويس سواء لنادي انبي درجه اولى او منتخبات. والحمد لله اعتقد ان احنا ماشيين بخطى ثابته في الحته دي. انما فعلا هي دي اهم ميزه بتميز قطاع الناشئين. حتى اي مباراه ممكن تلاقي، مش مهم انا عندي مباراه النهارده باجي احضر لفرقه تانية، فهي دي الميزه اللي مخلينا كلنا بننجح الحمد لله رب العالمين. كابتن امام عشره بيني وبينه طويله، كان زميل ملعب، وهو راجل بصراحه يعني وقته كله مقضيه للنادي، وبيجتهد اجتهاد رهيب 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 رهيب. وهو عودنا على كده، عودنا ان احنا يعني تقريبا 3/4 اليوم بتاعنا في الشغل. فهو بصراحه عامل حاله جميله بيننا وبين بعض، وبيقدر يعبر عننا كويس. والحمد لله اديك شايف، انت شايف قطاع الناشئين ما شاء الله ماشي كويس، منتخبات مليانه من قطاع الناشئين من انبي، فاعتقد ان دي حاجه كويسه لينا الحمد لله رب العالمين. كابتن امام محمدين ده نقدر نقول المكوك بتاع نادي انبي.
نمره واحد. نمره اتنين، عنده قدره غير طبيعيه ان يقدر يجيب لعيب لو من المريخ. نمره ثلاثه، بيموت في حاجه اسمها نادي انبي، وانا بعتبره من الناس اللي هي لها بصمات كبيره جدا في النادي، وهو احد ابنائي اللي انا يعني بعشقهم. طب هو بقى دلوقتي موجود مع الكابتن مدحت شلبي في الاستوديو، تحب تقول له ايه؟ تقول ايه؟ يا امام تروح من غيري يا امام، دي نمره واحد. نمره اتنين، سلم لي على الكابتن مدحت. طبعا ده كابتن مدحت اللي ما حدش يعرفه ان رفيق عمري من زمان جدا جدا، وهو عارف احنا كنا فين. كابتن امام محمدين اذا انا هتكلم عليه مش هوفيه حقه، لان الكابتن امام محمدين بالنسبه لنا هو الاب وهو القدوه ومثلنا الاعلى كلنا هنا في النادي، فيعني بنكن له كل احترام وتقدير، وهو يعني من مؤسسين نادي انبي، وهو عشان نقول نادي انبي لازم نقول نادي كابتن امام محمدين. كابتن امام مش محتاج كلام مننا، احنا طبعا الراجل عامل مجهود جامد جدا في قطاع الناشئين في نادي انبي، بس هو كنا يعني حته الكابتن امام المفروض يعني ان احنا نتزق في المنتخبات الناشئين في منتخب مصر. بعد اذنك، طالما الكابتن امام في واحده لازم بستحلف بالله الكابتن مدحت لازم يساله فيها، يقول له لما انت كنت وابراهيم محمد بتجيبوا ايمن كمال من اسيوط، ايه اللي حصل في الفندق بالليل؟ لازم يا كابتن مدحت. ايمن كمال لاعب المكسر حالي، وكان لاعب انبي السابق. فعايز الكابتن مدحت يقول للكابتن امام ايه اللي حصل في الفندق بين الكابتن ابراهيم والكابتن امام بالليل في الفجر.